من داخل نادي المهندسين بشرق البحر الأعظم، من مهرجان ومسابقة الشيفات منى العتال. التقيت بشيف ما شاء الله، يعني عامله لنا حاجات حلوه قوي. كنا بنتذوق دلوقتي شغلها ونتعرف بيها الأول، بعدين نتكلم عن أكلها. الشيف سارة سمير. أنا لسه مبتدئة يا جماعة في الموضوع. أنا هوايتي أصلا هو الأكل البيتي، يعني أنا بحب الأكل البيتي، ما بعرفش أي افتكاسات تانية. لا، هو أنا الأكل البيتي، ويا رب يكون الأكل عجبكم يعني. لا، هو الأكل جميل، بس أنا عايز أقول لك يعني هو موضوع الأكل البيتي ده، الحاجة برضو نفسها حلو في الله الأكل يرحمه، كده، الله الله يرحمها. يرحمه، هي اللي معلماني اه. طبعا. طب انتي درستي ولا بتعملي ده كده هواية؟ لا، أنا درست وست بيت ومعايا أولاد وكل حاجة، بس أنا برضو من وأنا صغيرة وكانت ماما على طول أنا في المطبخ، يعني ما بخرجش منه. أكتر أكلة بتتميزي بيها إيه؟ كل الأكل البيتي، يعني محاشي فظيعة، كوارع. مدام سلوى جربت المحشي المرة اللي فاتت. مدام سلوى، انت أيوة. جربتي؟ ايه رايك في اكلها؟ لا، انا بصراحه بشهد لها ب... 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 يعني مش عارفه اوصفها بصراحه. نفسها حلو نفسها جدا. جميل قوي بصراحه. حتى المحشي كان مفلفل جدا، طعم فوق الخيال. بصراحه انا اول مره اكل المحشي بالطعم ده. انا شاطره برضو في المحاشي وشاطره وست بيت شاطره قوي، ولكن فته النهارده برضو الرزايه مستويه مفلفله مش ملزقه. الكوارع عاملاها بشكل حلو قوي قوي، مسوياها بشكل حلو. يعني لو حد ما فيهوش سنان هيعرف ياكل كوارع. برافو عليكي، اتمنى لك التوفيق. برافو عليك يا ساره. ساره، الخطوه اللي بعد دي نفسك تحققي ايه؟ هو انا كان من ضمن الاحلام اللي انا بحلمها، يعني ان انا ابقى مقدمه برنامج مثلا، برضو مطبخ، اعمل اكل بيتي. هو انا البيج بتاعي اللي لسه يعني ان شاء الله هعمله، هيبقى مطبخ ام ميدو على اسم ابني الكبير. ربنا يخلي يا بابا. ربنا يخليك. فنفسي يعني ده الحلم اللي انا احققه ان شاء الله. طيب، يعني هل في وعود، هل في حد كل من اكلك وقال لك هنعمل هنسوي، ولا لسه ما جاتش الفرصه دي؟ لا، هو بالنسبه للمسابقه النهارده كل الشيفات هيتجننوا على الاكل وعمالين يقولوا لي برضو ما توقفيش، ان شاء الله هتبقي حاجه. الاكل عجبهم جدا بطريقه انا ما كنتش اتوقعها بصراحه يعني. الحمد لله. فالحمد لله، ده فضل من عند ربنا، لكل يعني مجتهد الحمد لله، النصيب. الحمد لله. طيب، يعني احنا لغايه ما تيجي الفرصه ولغايه ما تيجي القناه ولغايه ما يجي الكلام ده، ليه ما عملتيش قناه على اليوتيوب وبداتي تقدمي شغلك؟ ما كانش يعني عندي ولادي وعندي بيتي وكده، الموضوع ما كانش في دماغي. بس لما يعني جات لي الفرصه ان انا ادخل مسابقه حاجه زي كده، قلت لا، لازم اجرب واخد الخطوه. ربنا يوفقك. لما جربت الناس كلها طبعا مشجعاني الحمد لله، والناس كلها دعماني. اول حد فيهم طبعا كانت مدام سلوى، فهي اللي دعمتني جدا، ربنا يخليها ليا يا رب. مدام سلوى ربنا يكرمها، داعم لناس كتير قوي، دعماني من جدا القلوب جدا الطيبه اللي بجد. لما بتلاقي حد بتتبناه ما بتسيبوش. بجد دي حقيقه بصراحه، يعني ربنا يقعدوا لها يعني ان شاء الله. قبل ما نقفل، وصفه خفيفه بسيطه لست البيت الفقيره اللي على قدها، لو صحت من النوم ولقيت البيت ما فيهوش حاجه خالص، تعمل ايه كده بسرعه باقل التكاليف يلم معاها الدنيا؟ انا بالنسبه لي حاجات كتير، يعني بجر كيس مكرونه مثلا اللي هي التحمير دي، وبروح عاملاه بشويه فلفل الوان على طماطم على مش عارف ايه، واحط حبهان واحط، بتبقى اكله ملهاش حل. عندك رز بس ما عندكيش اي حاجه تانية، شويه رز بعدس جنبهم صلصه كده زي صلصه الفته، حاجه برضو بتبقى تحفه. اي حاجه بواقي في التلاجة بلمها بجمعها بطلع منهم اي اكله. فلا عادي، لو اي ست بيت بسيطه عايزه تتصرف هتتصرف، بس تبقى هي بتحب الاكل وعايز يعني تعمل حاجه. يعني هي الامور تشغيل دماغ مش اكتر، ما بالظبط. نعقدهاش. بالظبط كده، ربنا- محدش يوقف دماغه على حاجه معينه. ربنا يوفقك يا رب، واشوفك قريب ان شاء الله ربنا يخلي في حضرتك. برنامج ان شاء الله كده يا يكون رب. كبير وبيحمل بإذن اسمك الله. واسم ميدو، ونشوفك كده شيف كبير باذن الله. آمين يا رب. شكرا ليكي وشكرا شكرا لكم. لحضرتك، شكرا لحضرتك جدا. شكرا لكم حضرات المشاهدين. كنتم مع برنامج حكاوي الاعلامي ايمن عبد اللطيف، وان شاء الله قريب برضه هنصور مع ميدو تلفزيون باذن الله. بإذن الله. بشكركم، شكرا. شكرا، ألف شكر. ربنا مع السلامه. يخليك.